بعض في الافراح عندكم كده برضه يا شيخ العرب؟ والله بتفهم في الاصول. الف مبروك لفيلم. الله يبارك فيك يا رب. كلمني بقى عن كواليس الفيلم. انت واحمد السقا كان عامل ازاي؟ كانت كويسه جدا جدا، ويعني احنا ما بنحسش ان احنا واحنا بنصور ان في، لا بالعكس احنا اتنين ممثلين طيعين جدا، وقدامنا قبلنا في مخرج بيواجهنا وبيودينا يمين وشمال، فاحنا بنسمع الكلام كويس قوي. ما فيش حد بيتعامل السقا وعز، احنا بنتعامل ان احنا اتنين ممثلين عاديين جدا بنعمل دور حلو. اكيد حد جامد جدا في الفيلم دوت بين احمد السقا. والله ده مش في الدماغ خالص، ولا عمرنا فكرنا فيه لا انا ولا احمد. احنا يهمنا ان احنا نعمل فيلم يرضي الناس بس. البطوله الجماعيه، انت شايف ان الفيلم دوت هو اول خطوه البطوله الجماعيه للافلام بعد كده؟ يا رب، لان هو الموضوع كله الفيلم بيقول ايه. هو ما فيش فرق ان اتنين يشتغلوا في فيلم واحد ولا ثلاثه ولا اربعه، لان انت وصلت الحمد لله وعملت افلامك لوحدك، وبعدين ترجع تشتغل معاهم وبعدين ترجع تعمل فيلمك تاني. يعني الحياه ابسط من كده بكتير. اهم حاجه نعمل حاجه ترضي الناس وتساعدهم، انما الحسابات دي بقى اللي بيعمل حسابات كتير ده ما بينجحش. اهلا بيكي ساندرا في بوابه اخبار اليوم. اهلا وسهلا. الف مبروك لفيلم المصلحه ونزلوا في دور العرض. يا رب ميرسي. طبعا ده اكتر فيلم ارهقك في حياتك، اخد تصوير اكتر من سنه. بالظبط، ارهقني الوقوف والاستمرار ونرجع تاني، ده اللي ارهقني، يعني انه نفسه بقى يطلع علشان الناس بقى. يعني التعاون مع اتنين سوبر ستار في فيلم واحد ده متعب ولا ايه؟ ممتعه جدا، ممتعه، لانه حتى لما بيبقى فيه المشاهد اللي هم بيبقوا مع بعض بتمنى ان هي تعجب الناس. ومش ايه الجمله اللي بقولها، يعني المشاهد اللي هم بيبقى فيها مع بعض بتمنى ان هو يبقى كل واحد فيهم احسن من التاني، وهم كانوا عايزين كده. فالروح دي كانت الحمد لله حلوه. الكيمياء اللي بينك وبين احمد عز، انت عملتي ده ثالث فيلم تقريبا بينك وبينه، كلميني عنها. صحيح، كيمياء رائعه، وبقت مع احمد السقا كمان، وكيمياء مع كريم. انا ما اعرفش اشتغل مع حد غير وانا حاسه انه يعني فاهمه، يعني في كيمياء بينا. تمام. هل حصل تغيير في سيناريو الفيلم بعد الثوره، ولا الفيلم زي ما كان مكتوب من قبل؟ كل شويه بقول الاجابه دي، ما غيرناش ولا حرف، زي ما كانت قبل هو بعد. دي عن تاجر مخدرات وظابط، فمالهاش اي علاقه بالثوره. رايك في نزول الفيلم في دور العرض في الوقت دوت واحنا داخلين على الانتخابات الرئاسيه؟ بصي، اللي انا شايفاه ده اتمنى ان هو يعني يحصل بقى تاني. اهو لما في فيلم نزل الناس عايزه تتفرج، الناس عايزه تستمتع بحاجه. ميرسي قوي ليك. الفنان رامي وحيد، بنرحب بيك. اهلا بيك ويا نجم. دلوقتي انت موجود النهارده في العرض الخاص لفيلم المصلحه، بتقول ايه لابطال الفيلم ومين تحديدا اللي انت جاي له النهارده؟ الف مبروك لاحمد عز واحمد السقا. انا واحد من جمهور النجوم دي، الناس كتير قوي بتحبهم في مصر، و فيلم مستواه عالي جدا. احنا دلوقتي بعد ما اتفرجنا على الفيلم، مستوى هايل من الانتاج والاخراج والتمثيل والموضوع. فعلا يعني فعلا تعرف ان الفيلم بينجح يوم ما انت المشاعر اللي المفروض يوصلها لك بتحصل، يوم ما تدمع في موقف بتحزن عليه، يوم ما تضحك على حاجه موقف بيحصل قدامك جوه السينما من غير مزيكا، من غير يعني موقف. قدرت ساندرا نشأت تنجح في ده، وقدر احمد عز واحمد السقا يحققوا بجد ايفنت، انا بسميه حدث كبير في السينما. وانا شايف انه موسم سينما كبير ومهم، و يعني اتمنى ان هو يجيب جنبه افلام كتيره تحقق رواج للسينما المصريه في الفتره دي. انت يعني دلوقتي انت علقت على الفيلم بشكل عام، ممكن يعني تفصص الموضوع بتفاصيل اكتر من كده؟ مثلا ايه، مين اللي عجبك اداؤه قوي؟ السيناريو، الحوار، ايه رايك فيه؟ شايف الاضاءه، الاخراج كان فيه ايه لفت انتباهك؟ الحاجات اللي انت شايفها وحابب ان انت كممثل تعمل شغل بالشكل ده. بص، ابداع في كل حاجه، الانتاج ما بخلش بحاجه، وزاره الداخليه كانت موفره كل امكانيات للفيلم، صوروا في اماكن طبيعيه في حتت حساسه جدا على الحدود ما بيننا وما بين اسرائيل في طابا، وفي حدودنا في العقبه، ويعني فيلم توفر له امكانيات يعني صعب تتوفر لاي حد الا اذا كان احنا بنشوف لهم مستوى، لانه الناس اكيد عارفه المستوى اللي هيخرج عامل ازاي، فتوفر لهم ده. نفسي طبعا اكون اشارك في فيلم محترم زي ده، نفسي عموما امنيه عامه ان الواحد يعمل افلام محترمه يحترم فيها الناس
اللي بيقدم لهم الفن ده، وبتمنى لهم التوفيق، وبتمنى ان الفيلم ده يحقق ايرادات عاليه علشان يثبت انه الافلام اللي مستواها جيد فنيا هي اللي بتنجح، ودايما كده العمله الجيده هي اللي بتطرد بقيه الحاجات اللي جنب. بيبان الفرق يوم ما يبقى فيلم زي ده، يبان جنبه الافلام اللي مستواها ضعيف. هنشوف لك ايه في السينما قريب؟ عندي فيلمين ان شاء الله ينزلوا. فيلم كريسمس انا وعلا غانم وادوارد والاستاذ سامي العدل واشرف مصلحي ومروه عبد المنعم، تاليف سامح ابو الغار واخراج محمد حمدي، وده قريب قوي ان شاء الله. وعندي فيلم حفله نص الليل ده خلص وقريب قوي ان شاء الله هنشوف في السينما، انا ورانيا يوسف ودره وعبير صبري وادوارد واحمد وفيق وعمر حسن يوسف وحنان مطوع ومنى هاله، ويعني كاست جامد جدا. والفيلم مجهزه، الفيلمين اتمنى انهم ينزلوا في وقت كويس ويعملوا رد فعل حلو وربنا يسهل ان شاء الله. هنشوفك في رمضان ان شاء الله. انا ومحمد سعد اخويا بقى الكبير في مسلسل شمس الانصاري، تاليف واخراج الاستاذ جمال عبد الحميد، وادعوا لنا نلحق نعمل شغل حلو ونعايد على الناس في رمضان وفي العيد، وربنا يسهل ان شاء الله. بنعمل مسلسل صعيدي مهم جدا جدا مختلف، وانا لاول مره بعمل صعيدي وربنا يعني يسهل ونقدر نحقق فيه حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله ونيجي نبارك لك حبيبي. تنورني. مدام نهال اهلا بيكي في بوابه اخبار اليوم. اهلا بيكي يا حبيبتي، والف مبروك لفيلم المصلح. الله يبارك فيكي يا حبيبتي. كلميني ايه رايك بعد ما شفتي الفيلم فوضى العرب؟ جامد جامد قوي. انا اللي قارياه وحاضره تصويره، يعني عارفه كنت على اعصابي لغايه ما خلص، بس حقيقه ساندرا نشأت عامله شغل جامد قوي، الورق حلو قوي، وائل عبد الله، الانتاج جامد، التمثيل بقى يعني حقق مباراه بين احمد احمدين وحتى ياسمين عامله دور حلو، حنان عامله دور حلو. لا حقيقه يعني مش لاقي حد عمل حاجه نص نص، يعني كل الممثلين الموجودين في الفيلم كانوا عاملين شغلهم حلو. بنرحب بيك استاذ اشرف معانا في بوابه اخبار اليوم. ميرسي، ربنا يخليك. عايز اعرف حضرتك مشارك في الفيلم؟ لا ما بشاركش الفيلم، انا هنا موجود طبعا عشان ابارك للنجوم الحلوين اللي في الفيلم، وبصفه انا مدير عام لدور العرض اللي بيقام فيها البريميرا والافتتاح النهارده، بس يعني. عايزه اسالك عن توقيت عرض فيلم المصلحه في الوقت دوت واحنا داخلين على انتخابات الرئاسه، ده في مصلحه الفيلم ولا لا؟ اللي في مصلحه الفيلم مش التوقيت، والتوقيت ما فيهوش مشكله، بس اللي في مصلحه الفيلم ان الفيلم حلو، يعني هي دي الحاجه النقطه اللي احنا نقول عليها، ما نقلقش الفيلم كويس. عندنا نجمين حلوين في الفيلم اول مره بيجتمعوا. اهلا بيكي يا كنت في بوابه اخبار اليوم. اهلا بيكي، اهلا وسهلا. كلميني، انت جايه النهارده عشان تباركي لاحمد السقا واحمد عز؟ لا جايه عشان اشوف فيلم اللي انا بمثل فيه. طب كلميني عن دورك في الفيلم. دوري ودور رزان او نانسي، هي فتاه لبنانيه بتربطها قصه حب باحد ابطال الفيلم هو احمد عز وبترتبط بيه. دور بالنسبه لي جديد شكلا ومضمونا يعني. ايه رايك في عرض الفيلم في التوقيت دوت واحنا داخلين على انتخابات الرئاسه؟ انا بالنسبه لي الفيلم ده هو من الافلام اللي المفروض تجيب كم جمهور كبير. انا شايف ان هو جرأة من المنتجين ان هم نزلوه في الوقت ده، بس انا شايفه ان هو في عناصر تضمن ان شاء الله انه يحقق جماهيريه واسعه. تمام. اي اخر اعمالك؟ مسلسل على كف عفريت مع خالد صاوي، ومسلسل بلطجي مع اسر ياسين.